يا صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا. انا سمر ودي قناتي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه الحليب الساخن زي ما انتم شايفينها. تحفه ولونها ذهبي وجميله جدا، حلوه جدا وهشه وجميله. يعني بعد كده لو فكرتي تعملي كيكه مش هتعملي غيرها زي ما انت شايفاها كده. بصوا، لونها فاتح جدا وهشه وجميله بصراحه، وطعمها كمان حكايه جدا يعني الواحد يبطل يعمل اي كيكة تانية بدلها زي ما انتم شايفين كده. بصوا لونها وردي ازاي، ومن بره ذهبي، من جوه فاتح ومن بره ذهبي. شكلها جميل جدا وطعمها حكاية. يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. زي ما انتم شايفين كده، معايا كوباية سكر، معايا نص كوباية زيت، معايا 4 بيضات، معايا كيس فانيليا. هنخلط المكونات دي كلها الاول مع بعض وبعدين ننزل بالمكونات الجافة عليها. تضربيها بقى في الخلاط، تضربيها في عجان، تضربيها بالهاند بلندر زي ما انا هضربها عادي جدا، يعني زي ما انت شايفة كده. انا نزلت بال4 بيضات كده زي ما انت شايفة، وبعدين هنزل عليهم بيض يعني فانيليا يا جماعة، هنزل عليهم بكيس الفانيليا. هضربهم شوية، هبدأ اضرب شوية فيهم كده، وبعدين بعد ما اضربهم شوية هنزل عليهم بكوباية السكر. جبت كوباية السكر هنزل بيها كده، وهرجع اضرب تاني عشان البيض يتضرب مع السكر. هضربهم شوية كده مع بعض زي ما انت شايفة، وتحاول تخلي الضرب كله في اتجاه واحد. احنا بنضربهم كويس جدا، نحاول نخلي الضرب كله في اتجاه واحد. ضربتهم شوية وبعدين هنجيب الزيت نحطه برضو عليهم عشان نضربهم كلهم بقى لغاية ما يخلوا الخليط لونه فاتح معانا. لا، هنزل بنص كوباية الزيت كده، وهبدأ اخفق تاني زي ما انتم شايفين. برضو قلنا في اتجاه واحد، نخفق بقى لغاية ما القوام كله يمتزج مع بعضه ويبقى لونه فاتح زي ما انتم شايفين كده. بصوا لونه بقى فاتح قوي ازاي. هنزل فيه بقى بالخليط في قلب بولة كده زي ما انتم شايفين، وبعدين هننزل بقى بباقي المكونات عليه. ممكن تخلطيها في الخلاط زي ما قلت لك، تتعمل في الخلاط سهله جدا، او في المضرب، هي مش محتاجه مضرب معايا يعني. هننزل بقى بكوبايتين الدقيق، دي اول كوبايه زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بالكوبايه التانية كده، وهنزل عليهم بكيس كيك شيف. عايزه اقول لكم معلومه، ان كيك الشيف هيفتح الكيكه يا جماعه، هو اللي بيخليها بيضه احسن من البيكنج باودر. يعني الكيك شيف هو احسن من البيكنج باودر في الكيكه. هنبدأ بقى نخلط المكونات كلها مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هنخلط كويس جدا. بص، هنلم كل ده طبعا مع كل الخليط، هي كده امتزجت كلها مع بعض. فاضل بقى اللي هي اهم خطوة، هنركن بقى الخليط على جنب كده ونشوف هنعمل ايه. زي ما انت شايفة هو كده اختلط خالص. جبت بقى كوباية لبن، هي دي اهم خطوة في كيكة الحليب الساخن يا جماعة. كوباية لبن، وهنزل عليها 3 كوبايات سمنة، 3 معالق سمنة، اسفة 3 معالق سمنة. زي ما انت شايفة كده هنزل بيهم سمنة، 3 مكعبات زبدة، مفيش مشاكل. عايزة تحطي نص كوباية زيت تاني برضو مفيش مشاكل، بس هي تعمل بالسمنة او الزبدة افضل يعني. هنحطهم على النار بقى لغاية ما يغلوا معايا، الخليط كله يغلي معايا، اللبن بالسمنة. وبعد ما يغلي هنرفعه من على النار. اهو كده غلي زي ما انتم شايفين، طلع بخار معايا كده. جبته على الخليط، هنزل حبة حبة على الخليط، وهقلب بالراحة كده لغاية الخليط ما يتجانس معايا. هقلب بالراحة لغاية الخليط ما يتجانس معايا.
هنزل بباقي الكميه كده زي ما انت شايفه، وبرضه هقلب بالراحه لغايه ما تجانس معايا. مش هتقولي الحليب سخن هيبوظ الكيكه، لا 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 ان شاء الله، لا مش هتبوظ طبعا. نقلب كويس جدا في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده. هو كده القوام الايه المناسب اللي احنا ايه عايزينه للكيكه. عايزه اقول لكم ان كيكه الحليب الساخن دي بتبقى اخف من الكيكه العاديه يا جماعه. بصوا القوام بتاعها اخف من الكيكه العاديه خالص زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هجيب صينيه مقاس 24 واحط فيها ماده دهنيه زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بالخليط. عايزه تحطيها في قالب في طاجن بايركس مفيش مشاكل. بصوا الخليط عامل ازاي، الخليط خفيف جدا زي ما قلت لكم عن عن الكيك اليومي. الكيك اليومي بيبقى اتقل شويه منه. هنحطه بقى في الفرن، هنولع الفرن على درجه حراره 180 ونحطه فيه لغايه من 40 ل 45 دقيقه لغايه ما تستوي معانا. وكل واحده على حسب الفرن بتاعها يا جماعه. تختبريها بالخل هتعرفي ان هي استوت خلاص، طلعت نضيفه يبقى هي استوت. بس كده هنحاول نطلع منها الهواء كده زي ما انتم شايفين، وهندخلها الفرن زي ما قلنا على درجة حرارة 180 من 40 دقيقة ل 45 دقيقة. وبعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفينها بقى لونها وردي تحفة ازاي. بصوا اللون الذهبي جميل قوي فيها وهشة وجميلة كده زي ما انتم شايفينها. هنسيبها تهدى شوية وبعدين نفتحها مع بعض. زي ما انتم شايفين انا بعين القالب من عليها كده، لونها تحفة ولا ريحتها بقى مش قادره اقول لكم بصراحه جميله جدا. سيبها لما تهدى وبعدين تقطعيها يا جماعه، عشان وهي سخنه هتفرول معاك، ولازم تسيبوها تهدى وبعدين تتقطع زي ما انت شايفه كده. بصوا انا عايزه اوريها لكم. بصوا شكلها تحفه جدا، فاتحه قوي وعاليه جدا اسفنجيه زي ما انتم شايفينها كده. بصوا بضغط عليها بترجع تاني زي ما هي، جميله جدا. بصوا الشكل بتاعها، بصوا لون الخبز بتاعها، اللون الذهبي جميل جدا بتاعها وهشه قوي من جوه. بصوا من جوه هشه ازاي. بصوا والظهر بتاعها جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا وكالعاده لازم ادوقها معاكم واقول لكم رايي. بصوا لونها جميل جدا حكايه بصراحه زي ما انتم شايفين كده. طبعا طعمها حكايه مش قادره اقول لكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله.